تاني حلقة من شرح برنامج VN، والنهارده هنشرح الأدوات وكده تقريبا نكون خلصنا شرح ال VN ككراش كورس ومش كورس كامل. طبعا لو عايزين نكمل شروحات هنبقى نشرح بقى بالتفصيل الممل للأدوات، يعني مثلا كل أداة لوحدها في فيديو هيبقى ما يقلش عن 5 دقايق بالتفصيل الممل طبعا. بس هتبقى كراش كورس ده مفيد جدا، يعني يعتبر هيلم لك البرنامج كله في تلت ساعة نص ساعة. هيلم لك الأساسيات جدا وهيساعدك في البدايات وهيسهل عليك طريق جديد. طيب نيجي الأول بالنسبة للفلتر، عندك فلتر عادي وفي ادجست. الفلاتر العادية الفلاتر اللي احنا عارفينها، على سبيل المثال الفلتر ده بيعدل في اللون، والفلتر ده عندك يعني كتير من الفلاتر عندك موجودة في البرنامج. هنا طبعا عايز تطبق الفلتر بنسبة كام، شدية الفلتر طبعا، عشان عايزين نتفق على حاجة. علامة الصح بتطبقها على الفيديو بس، علامة الابلاي تقول على كل الفيديوهات عندك والصور حتى اللايرز، والاكس بتلغيها. دي خلينا متفقين عليها عشان هتتقابل معانا كتير ومش عايزين نكررها ونضيع عليك ادجست. نيجي بقى لحته الادجست. عندك الادجست فيه ادوات كتير هنشرحها. الاكسبوجر اللي هو تعرضه للاضاءه، هل انت عايز تعليها فيبقى شكل الفيديو كده، ولا عايز تقللها خالص فيبقى معتمه؟ هي نفس الفكره. وطبعا عندك ابلاي تو اول والصح وشرحناها، ودي بتلغي الفلتر من خالص يعني، او بتعمل اندو. كونتراست وهو التشبع بالالوان او التباين، طبعا انت لو عليت تباين الالوان هيزيد، ولو قللتها التباين هيروح خالص، يعني هنا اندو برضه. البرايتنس او الاضاءه بتاعت الفيديو، احنا كده بنعلي الاضاءه زي ما انت شايف، يعني ضاعت خالص، وهنا لو قللناها الاضاءه بتروح ولا كانها مفيش خالص. طيب نشرح في فرق بين الساتوريشن والفايبرنس. ايه الفرق بين الاثنين؟ الساتوريشن بتزود تشبع الالوان في الفيديو او في الصوره ككل، انما الفايبرنس بتزود السطوع في الاماكن اللي هي الالوان بتاعتها بايظه. بس بمعنى هيبان دلوقتي الساتوريشن، انا بعمل كده عليت السطوع في الفيديو، بص فرق قبل وبعد في الالوان عامه. في الفيديو عامه هنا ضيعت الساتوريشن بقت ابيض واسود تمام. نيجي للفايبرنس، انا لو هنا هيجي مثلا هتلاحظ كده في الالوان او الحاجات المنوره حوالين الخمسه دي مثلا، هي اللي يتعمل فيها اللعب كلها. بص كده قبل وبعد بالظبط، بركز على الوان معينه مش الفيديو كله. التمبريتشر هنا درجه حراره الفيديو، هل انت عايزها مايله للبروده ولا مايله للحراره؟ مايله للبروده بتجيبها ناحيه الشمال، اللي هو بتروح لدرجات الازرق. لو ناحية اليمين فتبقى درجات الأصفر. هنا بتبقى مايلة للحرارة، فأنت المفروض هنا بتوازن على حسب الفيديو بتاعك. لو الفيديو الألوان الأكترية فيه أصفر أو مايلة للحرارة، المفروض تبقى أنت معدلها في الكلر جريدنج، تخليها للأزرق أو مايلة للبرودة. ونفس الكلام العكس، لو الفيديو مايل للبرودة يبقى أنت بتزود الحرارة أو الدرجة تبقى أصفر شوية عشان إيه، تعمل بالانس. الفيجنت دي طبعا اللي هي الحروف، لو عملت ناحية اليمين بتزود الحروف السوداء زي ما أنت شايف هنا كده، ناحية الشمال بتزود الحروف البيضاء. هو المفروض إن أنت بتزود بكده عشان يدّيها شوية أعلى. اسأل بقى، هنا أنت بتعدّل في لون لوحده من حيث درجة حرارته، هل مايل ناحية برضه الحرارة والّا البرودة وتشبُّعه والإضاءة. على سبيل المثال عندنا هنا اللون الأحمر، هل عايزه يبقى مايل للpink اللي هو أو مايل للorange، على حسب ما أنا عايز الدرجة بتاعته. هل تشبُّعه عايز يبقى لون متشبِّع بألوان والّا ما فيهوش خالص أبيض وأسود، نفس الكلام. هل عايز الإضاءة بتاعته تبقى معتمة خالص والّا أسطع إضاءة؟ هنا برضه إيه، الHSL. الsharpen وهي شديدة الألوان، وطبعًا لو عايز تزوّدها بحاجات بسيطة عشان ما تزوّدش الnoise عندك. الHUE هي برضه يعتبر درجة الحرارة أو تغيير درجة اللون، هنا برضه مالت للأخضر، وهنا هتميل للأصفريات والأخضر، وناحية تانية بدرجة تانية يعني. كده تعمل كده تلغي كل الإفكتات اللي أنت عملتها. نيجي للhighlight آخر حاجة عندنا، اللي هو بتزوّد الإضاءة بتاعة الأماكن اللي هي مضيئة أكتر. هنا أنت عايز تزوّدها جانبيًا مش عايز عادي. الshadows وهي الأماكن المظلمة أو الظلال في الفيديو، عايز تزوّدها يبقى حاجات بسيطة يُفضّل يعني. طيب نيجي لأداة الtrim. الtrim دي أنت زي مثلًا عايز تقص مثلًا، أنا مش عايز الجزء بتاعي بيعِد من number مثلًا، هنا مثلًا الفيديو خدناه كامل، هنا مثلًا بيعِد من أول رقم 5، أنا لو عايزه يعِد من 4 هاجيبه مثلًا هنا، هيبدأ مثلًا أو من 3 هيجيب هنا، شبه الcut شوية بس بتعمل trim من أول الفيديو أو من النُص أو من الآخر كده يعني، شبه الcut شوية. طيب نيجي للإفكتات. طبعًا الإفكتات دي موجودة في البرنامج طبعًا نفس الكلام، شرحناها بتاع الapply to all، وهنا الshake مثلًا، هنا الzoom out، هنا الzoom in. طيب في بعد كده أنت عايز هل تطوّل المدة بتاعته أو تخلّيه بطيء، والشدية بتاعة الإفكت نفسه تبقى عاملة إزاي؟ هل مثلًا عايز تطوّل مدة، عايز تنقله في حتة تانية، هل عايز تطوّل مدة الإفكت، الكلام ده كله. طبعًا أنا مش عارف مين اللي مش عايز يطوّل معايا، ما علينا.
هالغي الإفيهات. الsplit وهي اللي أنت تقص الفيديو. تمام، لسه هنشرح الحاجات اللي هنا دي طبعًا. وده مثلًا لو عايز أمسحه باعمل تَك على delete اللي تحته كده اتمسح. طبعًا هنعمل undo ده كله. في سرعة الفيديو عندك الregular إن أنت تخلّي الفيديو كله على 2x 3x وهكذا. الcurve موجودة سهلة على طول يعني direct يعني نازلة كده اللي هو إيه، موجودة يعني نازلة أنت عايز تختارها على طول. تمام، في بقى إيه، عايزين نشرح هنا حاجة أو اللي هي بتاعة الspeed وشرحناها. طيب، لو عملت ده كده لفوق يبقى أنا كده سرّعت، نزّلته لتحت يبقى أنا كده بطّأت. ممكن مثلًا عايز أبطّأ في الأول وأسرّع في الآخر. بُص هتلاقي الفيديو عامل إزاي، بيجري أسرع. أنا عايز مثلًا هنا مش عارف يبقى عامل إزاي كده. طيب نرجع بقى نلغي ده كله. هتلاقي عندك في علامة دايرة فوق كده اللي هي العلامة دي كده بالضبط. هنا بقى أنت دي هنشرح فيها حاجتين. لو العلامة دي جنبها زائد يبقى أنا هاضيف دايرة، فأنا هاضيف حتّة أقدر ألعب فيها في وقت الفيديو. لو عملت ناقص يعني لو دخلت علامة ناقص هامسحها هاشيلها. يعني أنا ممكن آجي هنا أقوم جاي عامل لها ماسحها عادي، أقوم جاي هنا، أقوم جاي هنا مثلًا، أقوم جاي شايلها. وممكن آجي هنا شايلها، وممكن آجي هنا شايلها، وآجي هنا مثلًا أشيلها. هيبقى لك ممكن مثلًا أخلّيها أول 2 وممكن أخلّيها آخر واحدة. لأ طبعًا مش هنقدر نشيل أكتر من 2 من الفيديو. تمام مضبوط. أقل حاجة موجودة تبقى 2. طبعًا نلغي ده كله ونرجع عادي طبيعة الفيديو. طيب نيجي للcrop. الcrop ده مثلًا أنا لو عايز ألعب في يعني إيه أو أغيّر في شكل الفيديو أو في التقسيمة بتاعة الفيديو. أنا مثلًا عملنا crop كده. أنا مثلًا عايز أقص الفيديو ممكن نعملها original، ممكن نعملها free زي ما أنا عايز. طبعًا الfree أحسنهم بسبب بالتيك توك أو الإنستجرام واليوتيوب وهكذا. لو عملت كده بُص الفيديو اتقص إزاي على قد الرقم بس اللي ظاهر طبعًا. حلو. أداة برضه الrotate اللي هو أنت بتلف الفيديو عشان لو الفيديو لو مثلًا أنت جيت عملت له import وما كانش ظاهر عندك أو ما كانش أحسن حاجة، فتعمل له rotate لغاية ما يتعدل. الmirror إن أنت بتعكس الفيديو بس، كأنه حاطّك قدّام مراية بالضبط. الفليب نفس الكلام بتشقلبه فوق وتحت. الfill ده مثلًا لو أنا جيت مثلًا جيت هنا قمت مثلًا جايب ده كده بجنب. فأنا باظ منه عايز أرجّعه تاني أقوم عامل له fit اللي هو يتضبط على قد الpreview. الbackground. الbackground هنا عشان ما فيش background فأنت هتقول لي هي background فين؟ مثلًا لو اخترت اللون الرصاصي هيبان لك فين بقى؟ لمّا آجي أعمل بصباعين الاتنين كده أقلّم هنا بيبان إيه الbackground تدريجات كده mix بين الألوان وممكن أحط صورة. تمام، فعادي هي دي الbackground بتفرق هنا. الborder والframe بتاع الصورة برضه لمّا آجي أصغّرها ممكن تبقى كده، ممكن تبقى أسود، ممكن تبقى أبيض. اللي هو بُص ما لهاش دعوة بالground كأنه frame تاني للفيديو بالضبط. طبعًا هنلغي الكلام ده كله. الblur وهي النغمشة اللي تبقى على الفيديو. في عندك 3 منها الbasic والhorizontal وال3 أنواع كده. عايز تزوّد مثلًا هنا الblur تخلّيه على الآخر أو تقلّله على حسب النسبة اللي أنت عايزها. طبعًا هالغيه. الopacity أو الشفافية. هنا الفيديو مثلًا عشان طبعًا ما فيش فيديو تحديث فمش هيبان عليه الجزء ده. ممكن مثلًا أخلّي الشفافية بتاعة الفيديو كده أو أخلّيها يعني ما ألعبش في الشفافية خالص. الzoom وهي إن أنا لو عايز أعمل zoom in دي إفكتات أو zoom out أو move to right أو move left. طبعًا في إيه أشكال مختلفة للzoom. الموزيه ده بقى اللي هو النغمشة بس تبقى على جزء معيّن. مثلًا أنا عايز أنغمش على رقم 3 بس شكل مربع أو شكل دايرة أو شكل بيضاوي أو مثلث. في طبعًا شكل كده. أشكال طبعًا مختلفة من الblur والموزيه. أنت فهمت قصدي طبعًا من هنا. بالضبط. اللي هو أرفعه على حتّة معيّنة أو عايز أكبّر حتّة معيّنة مثلًا أعمل لها تكبير. مثلًا الرقم circle الشكل مربع على أطرافه مدوّرة شوية الشكل ده. الشكل ده ممكن أعمل حواف ليها. ممكن طبعًا بيستخدم في حاجات تانية هيفيدك برضه. نيجي للstories دي الأماكن بتاعة الكليبات وكام كليب أنت حاطّه والكلام من ده. الreverse إن أنا أعكس الفيديو. تمام. الfreeze دي بقى بنستعملها كتير برضه. وهي إن أنا يعني حرفيًا بيخلّي ماشي هنا عند 4، 5 يقوم جاي جزء هنا. يعني كده طبعًا أنت ممكن تعملها overlay track ده أنت تخلّي الفيديو الأساسي overlay. بالضبط. تخلّي الoverlay main track. تمام. دوّة بالنسبة للجزء ده. في جزء كمان هنشرحه للoverlay وهارجع دلوقتي دي كانت thumbnail لفيديو لسه شارحينه يعني أو لسه منزّلينه. كنا منزّلينه قبل كده. ارجع شوف لو أنت ما شُفتش آخر فيديو كان نازل على القناة. طبعًا في كل هنا الأدوات اللي قُلناها تحت ما عدا في كام أداة هنشرحها هي زيادة زي أداة الcutout. الcutout دي هو ما نضيّعش وقت اللي هو بافصل الصورة دي عن الخلفية. فمثلًا أنا عايز صورة البنت دي بعيدة عن الخلفية كلّها باعمل لها cutout وفيها نفس الcrop والrotate وكل الأجودة.
البوزيشن بتاعها ممكن اجيبها يمين شويه شمال شويه فوق تحت او في السنتر والكلام ده كله بشكل مانوال بتبقى يعني طبعا في عندنا 3 ادوات مهمين: البلندنج والماسك والكروما. دول اهم 3 لازم يتشرحوا. البلندنج هو حرفيا ان انا بدمجها مع الفيديو تحت. ممكن مثلا اعملها داركن، ممكن بالنسبه بقى على حاجه سكرين طبعا مش احسن حاجه الصوره يعني، فمش الخلفيه بتاعتها خضراء او سوداء، فعشان افصل برضو البنت دي عن الفيديو فتبقى كانها صوره كده اوفرلاي فوق الفيديو. في هنا نورمال عادي بقى، نرجع تاني. في عندك ديفرنس، في عندك اكسكلوجن. طبعا ينفع البلندنج مع الخطوط بيبقى يعمل شكل بروفيشنال جدا. الماسك، وهي ان انا بعمل ماسك اللي هو ايه، مثلا بحدد الشكل ايه زي ما انت شايف كده، في مدور، في ريكتانجل، في الشكل ده، وفي الستار. اشكال كتير من الماسك يعني بتستخدمها اساسي، بتستخدمها لازم تتعلم الكروما، اللي هو لو يكون في عندك خلفيه خضراء وصوره عليها، انا بشيل الخلفيه الخضراء دي من الصوره، مثلا علامه اليوتيوب على خلفيه خضراء، فاحنا بنفصل الصوره عن الخلفيه الخضراء فيبقى لنا الصوره بس. طبعا بتحتاجها وده اساسي. دي احنا كده شرحنا اهم 3 الادوات دول. طبعا الريبليس لو انا عايز اغير دي بصوره تانية او باليمنت تاني، عندك الموشن، عندك الكي فريم، اللوك والدبليكيت. الدبليكيت طبعا سهله، ان انت بتكرر الصوره تاني، دي ما فيهاش مشاكل. والديليت ان انا اعمل ديليت كده لوحده، ممكن انزل دي تحت تاني. تمام. اللوك ان انا بقفلها ملهاش لازمه عشان ما ابدلش فيها او حاجه، بس ملهاش لازمه يعني. طيب نيجي للموشن. الموشن دي بقى في ان واوت ولوب. الان مثلا انا في بدايه الفيديو مثلا عايزها ممكن فيد، لو تختفي مثلا، او سبين. تمام. ممكن هنا العب في الديوريشن بتاعتها، اخليها بطيئه، اخليها سريعه. الاوت وهو مثلا بيختفي ممكن اخليها فيد، كده ممكن ابطئها، ممكن ازودها. اللوب ده بقى اثناء الفيديو، يعني مثلا ممكن بعد ما ادخل ممكن اعمل له مثلا شيك، بعد ما دخل شايف يعمل شيك كده. طبعا هنلغي كده كله، دي لازم تظبطها يعني، لازم. دي من اهم الادوات اللي انت لازم تتعلمها. نيجي بقى لاخر حاجه وهي الكي فريم، وده اهمهم ولازم تتقنه جدا جدا جدا، اساسي معاك. الكي فريم على سبيل المثال، انا مثلا عايز الفيديو، مثلا الصوره دي مثلا عايزها في مثلا تبقى تيجي مثلا من هنا لفوق، جايه نازله كده. تمام. او مثلا تقوم جايه نازله من فوق وجايه مثلا عامله كده. تمام. هاقول لك إزاي. أنا مثلًا عايزها تيجي من فوق، يبقى أنا هاقوم جاي هافهّمك أنا هاطبّقها عاملة إزاي. أنا مثلًا جيت خلّيت الkey frame هنا في الأول، جايب دي كده من فوق، وجاي مثلًا عامل لها إيه هنا key frame. بُص بقى تيجي تشتغل عاملة إزاي، هتنزل تقوم جاي ثابتة في المكان اللي أنا عايزه، بالضبط. فاهم؟ فأنت ممكن مثلًا إيه، هنا تقوم شايل الkey frame ده، أقوم جاي مثلًا عامل هنا key frame بالضبط. بُص بقى اتفرّج على الشكل، بالضبط، نزل هنا. طيب الفكرة وما فيها إن أنا مثلًا هنا زي بادّي له أمر، اللي هو والله أنا في الkey frame ده مثلًا الصورة هتبقى ثابتة هنا، بعد مدة معيّنة أو زوّدت الkey frame هنا الصورة هتطلع برّه، فلو جينا شغّلنا الصورة تبقى شغالة عادية، قامت جاية طالعة برّه. هي نفس الكلام. خلاص إحنا ممكن لو الصورة ثابتة أو في المكان اللي أنا عايزه ثابت، باقوم جاي بادئها من الآخر للأول. حلو. كل ما المسافة، طبعًا عايز أدّي ملحوظة، كل ما المسافة بين الtwo key frame زادت، كل ما الوقت بتاعة الreaction بقى أبطأ. وكل ما قرّبت كل ما السرعة بتاعة اللي أنا الorder اللي أنا عايزه بقت أسرع. تمام. نيجي لحاجة مهمة ودي آخر حاجة هنشرحها النهارده ونقفل عشان الفيديو طوّل أنا عارف. الcurve. الcurve دي السرعة بتاعة الkey frame، ودي مهمة جدًا طبعًا. تقريبًا ما فيش customize، يعني ما فيش حاجة أنت تقدر تعملها customize، كلّها presets موجودة. بس بتفرق جدًا في احترافية الkey frame أنت بتستخدمه والسلاسة. طبعًا زي ما شرحنا اللي تحت بيبقى بطيء وفوق بيبقى سريع، هنا ممكن مثلًا إيه، بادئ بطيء ويزيد بالسرعة، هنا سريع على طول، هنا سريع مرّة واحدة برضه، نفس الكلام ممكن متدرج. فبيفرق جدًا في احترافية الفيديو. بُص ده عامل إزاي، يقوم جاي راجع بالضبط، الكلام ده كلّه. طبعًا دي لازم تتقنها. طبعًا عايز تيجي على الkey frame بتيجي علامة الkey frame تقوم عامل minus كده تشيلها، عامل كده ناقص بتتشال بس. وبس كده. يبقى إحنا خلّصنا كل الأدوات. طبعًا الأدوات دي ممكن بعد كده بقى بالتفصيل الممل أشرحها لكم في كل فيديو لوحده، بس اكتبوا لي تحت في التعليقات لو كنتم عايزين كده. ممكن أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.